ازيكم؟ معاكم ادري. اخباركم ايه؟ عملتوا ايه في الجوله 13؟ يا رب تبقوا شفتوا اسهم خضراء والدنيا معاكم تبقى زي الفل. يلا بينا يا صديقي نشوف مباراه الجوله 14 اللي هتبتدي بكره الثلاث. اخبارها ايه؟ مين هيلاعب مين؟ توقعاتنا ايه الماتشات؟ نجيب مين نسيب مين ونكابتن مين في الجوله 14؟ يسعدني ويشرفني ان انت تبقى مشترك معايا في القناه، يعني اتمنى تبقى مشترك معايا في القناه عشان تشوف الجديد اول باول. انا ترتيبي مش احسن حاجه بس بحاول افيدك في حاجات بسيطه، ممكن تنفع وممكن لا، ممكن نصيب ممكن اخيف، فيلا بينا يا صديقي. اول ماتشاتنا هتبقى بكره بورنموث قدام ايفرتون فرقه في الضياع وخصوصا بره ارضها، دفاعاتها ما بتبقاش احسن حاجه، فده حوار الكلين شيت بنسبه كبيره غير وارد. على الجانب الاخر بورنموث سينسي اخذ الكارت الخامس فهو كمان موقوف، الاكتر واحد بيعمل تدخلات دفاعيه، ودفاعات بورنموث بقى لها فتره مش افضل حاجه، حتى على ارضها بدات تبقى مش كويسه. فاحتماليه الكلين شيت عندهم وارده بسبب حاجه واحده بس، ان هجوم ايفرتون مش كويس، فلو عندك حد من دفاع بورنموث لعبه وان شاء الله يطلع لك بالكلين شيت. طب نيجي لسيمينيو، ايه اخباره؟ لا هو لعب الماتش اللي فات فهيلعب الماتش الجاي، وهو اوبشن كابتن الجوله الجايه ممتاز برضو عشان بيلعب على ارضه. هو بلانك جولتين او ثلاثه بس، نفتكر ليه في اول كام جوله بتاع 6-7 جولات ما كانش بيبلانك وكان بيجيب ارقام كويسه جدا جدا جدا. هو من اهم اللعيبه اللي موجوده في بورنموث حاليا. الماتش اللي بعد كده صديقي فولهام على ارضها قدام مانشستر يونايتد. فولهام على ارضها فرقه رخمه جدا جدا جدا، هيدخل فيها جوان بنسبه كبيره، بيدخل فيها جوان بس فرقه بترخم، واحنا شفنا قدام ارسنال عملت ايه. الفكره كلها في مانشستر يونايتد طبعا هالاند لا خلاف عليه، الفكره كلها في الروتيشن اللي طايل الكل، شرقي فودن دوكو برناردو سيلفا، حتى مرموش اللي بدا يرجع وبينزل بياخد دقايق، بس هو اهم ناس هالاند فودن دوكو. عندك هالاند وعايز تجيب حد معاه، دوكو فودن النسب بالنسبه لي 50-50، ده بيتالق ساعات وده بيتالق ساعات. اما على خط الدفاع حدث ولا حرج، الروتيشن طايل الكل والكلين شيت مش مضمون، بس لو عايز تجيب حد اساسي وضامن ان هو بيلعب هو دوناروما لا خلاف عليه. المباراة اللي بعد كده صديقي نيوكاسل قدام توتنهام على ارض نيوكاسل. نيوكاسل على ارضها بتبقى فرقة شرسة جدا رخمة جدا، احتمالية الكلين شيت واردة جدا جدا من وجهة نظري الشخصية لنيوكاسل، فعندك اي حد من دفاعات نيوكاسل لعبها. عندك فولتاميد اللي انا شايفه اوبشن كبير جدا للكابتن الجولة دي، وبفكر فيه جدا ان انا كابتن فولتاميد الجولة دي، يبقى تمام جدا. مين مع فولتاميد ممكن يلعب ويبقى اوبشن كويس؟ بارنز اللي واخد بقى مكانه نسبة كبيرة جدا، بس مشكلتي الوحيده في بارنز لو عايز تروح تجيب حد ان جوردون بمجرد ما هيرجع الروتيشن هيطول، هتلاقي جوردون بيلعب شويه وبارنز بيلعب شويه، على الناحيه التانية نفس القصه إيلانجا وميرفي، فالروتيشن طايلهم. طب مين اكتر واحد ثابت في مكانه؟ هو فولتميت من وجهه نظري الشخصيه. طب بالنسبه لبوب هيلعب ولا لا يا ادري؟ حتى الان محدش عارف، المدير الفني قعده الماتش اللي فات دكه وما خلاهوش يلعب، الفكره كلها ان هو مش مصاب. طب هو بيعمل كده ليه؟ عشان شايف ان هو بقاله فتره مستواه متذبذب. هل هيلعب ولا لا؟ صدقني مش عارف، بس لو عندك اي حد من الدفاعات حتى بوب لعبهم الماتش ده. على الناحيه التانية توتنهام فان ديفين عندك لاعبه، بس انا شايف ان كلين شيت نسبته ضعيفه جدا جدا من توتنهام، بس ممكن يعمل عرضيه ويخش بالهيد الحاجات اللي هو بيعملها. غير كده انا مش شايف في حد فايق في توتنهام تروح تجيبه او تلعبه في الماتش ده. بالمناسبه لو ما عندكش غير فاكاريو لعبه برده الماتش ده، ممكن يطلع بسيفز في الماتش ده كويسه، لان المفروض نيوكاسل على ارضها هتبقى بتهاجم كتير وهو هيحاول يصد كتير. طب يا صديقي مباريات يوم الاربعاء هتبتدي بارسنال قدام برينتفورد. تيجو خرج مصاب، هيرجع ولا لا لسه مش عارفين، هنشوف المؤتمرات الصحفيه النهارده. على الناحيه الثانيه جابرييل وصليبا لسه مصابين، وصليبا اخر واحد في الاصابات بتاعت خط الدفاع، وقلبين الدفاع كده الاساسيين بتوع ارسنال مش موجودين. طيب تيجو لو موجود يلعب طبعا، لان قلبين الدفاع الاساسيين اللي بيلعبوا الكرات العرضيه، احنا شفنا الجون اللي دخل من تشيلسي في ارسنال بكره عرضيه، انما لو حد حاول يخش من القلب ارسنال دفاعاتها حتى في عدم وجود صليبا وجابرييل دفاعاتهم كويسه، لكن هيبقى الاعتماد على ايه؟ على العرضيات من وجهه نظري الشخصيه. طب ده معناه ايه؟ انا عن نفسي هلعب برايه، هنزل رايه وتمبر الاثنين يلعبوا، بالرغم ان الروتيشن ممكن يطول تمبر الماتش دوت ونلاقي بين وايت هو اللي بدا ينزل عشان الراجل كل 3 ايام عنده ماتش دلوقتي. بس عامه عندك اي حد من دفاعات ارسنال لعبها، عندك اي حد من هجوم ارسنال ايزي ساكا ديكلان رايس لعبه. الفكره كلها ان جوكيريس بدا يرجع مكانه وتروسرد اعتقد هيرجع، فالليله هتبقى فيها روتيشن كبير جدا، وخصوصا في عوده اوديجارد اللي بدا يرجع، فحتى ايزي ممكن ما يبقاش ضامن مكانه. بس عموما عندك اي حد من ارسنال لعبه، عندك تيجو لعبه، لكن ما تلعبش حد من دفاع برينتفورد لو عندك. الماتش اللي بعد كده صديقي برايتون قدام استون فيلا على ارض برايتون الفتره اللي فاتت بدات تجيب كلين شيت وعلى ارضها بدات تبقى متميزه. استون فيلا مهما كان دفاعاتها هجومها حتى الان مش افضل حاجه. طب ايه رايك وايبك لو عندك لعيب وش، مينتا لو عندك لعيب وش، الاثنين دول اساسيين.
عندك حد من دفاع برايتون لعبه احتماليه الكلين شيت برضه قائمه. على الناحيه التانية استون فيلا، احنا شفنا الماتش اللي فات استون فيلا جابت الجون كده بالعافيه، ومع ذلك برغم ان هي بتلعب وولفز اللي هي اضعف دفاع في الجوله او في الدوري كله، ومع ذلك هجومهم مش افضل حاجه لكن دفاعاتهم كويسه. طب احتماليه الكلين شيت قائمه الفرقتين؟ قائمه. طب ليه قادر بتقول وايل بيكومنت يلعبوا؟ لانه لو حد عمل حاجه هيبقى هم دول اللي بيعملوا اي حاجه من برايتون. طب يا صديقي، الماتش اللي بعد كده بيرنلي على ارضه قدام كريستال بالاس. بيرنلي من الفرق الرخمه على ارضها، الكلين شيت بيروح منهم بيروح بس بصعوبه بالغه، فما نتوقعش ان كريستال بالاس من وجهه نظري الشخصيه هتعمل ماتش كبير جدا، وخصوصا ان هم كل 3 ايام عندهم ماتش، فالناس تعبانه جدا. لعبه الخميس لعبه السبت وهتلعب الثلاث، فالدنيا صعبه، واعتقد الروتيشن هيبتدي يطول الكل برضه. طب لو عندنا مين اللي لعبه؟ مونوز اوبشن كويس، واوبشن كابتن كويس، وناس بصراحه في اللايف بتاع امبارح قالت لي الكلام دوت وانا مقتنع بكلامهم، منهم الاستاذ محمود. بجيب سيرتك تاني يا محمود في كل لايف، خد بالك. فصديقنا محمود شايف ان مونوز اوبشن كويس جدا، وفي ناس بتفكر تتربل مونوز في الجوله دي. مونوز اوبشن كويس، ماتيتا اوبشن كويس، صار خلاص مصاب مش هيرجع لغايه افريقيا ما تخلص، كل سنه واحنا طيبين، فممكن تغير صار. طب مين بديل صار اللي ممكن ندخله قادر في التشكيله بتاعتنا عموما؟ عندك مينتا من برايتون، عندك جابكو من ليفربول، وعندك تالت واحد كان مين يا ربي؟ نيتو من تشيلسي. الثلاثه دول اوبشنات كويسه جدا. ولو عايز اوبشن ديفرنشال قوي، تشاكا من ساندرلاند، الراجل عامل شغل كويس جدا، بيجيب نقط دفاعيه نقط هجوميه، عامل كل حاجه عليه، فتشاكا اوبشن ديفرنشال بسعر رخيص. فالكابتنه للجوله دي لو عايز تدخل منوز من ضمن الكباتن اوكي. ماتيتا توقعي الشخصي ان هو ممكن يبلانك الجوله دي، ولكن هو برضو اوبشن ديفرنشال لو عمل حاجه. الماتش اللي بعد كده صديقي وولفز قدام نوتنجهام فورست، لا مفيش حوار يتقال عليه. شايف ان وولفز لو خسرت هتخسر 1-0. نوتنجهام فورست برضو لسه مش في افضل حالاتها، ما انصحش ان نجيب اي حد من الفرقتين حتى الان من وجهه نظري الشخصيه. الماتش اللي بعد كده صديقي ليدز على ارضها هتقابل تشيلسي. ليدز من الفرق الرخمه على ارضها، هيدخل فيها جوان بنسبه كبيره، هيدخل فيها جوان بس بصعوبه بالغه. تشيلسي دخلت كذا ماتش ورا بعض تقال، منهم برشلونه وارسنال، الطحن العيال هيحصل فيها روتيشن جدا. بس لو عندك نيتو لعبه، عندك جو بيدرو لعبه، عندك اي حد من تشيلسي انزو لعبه، كايسيدو اتطرد، فخلاص كل سنه واحنا طيبين. عندك تشيلو. ومن الاوبشنات اللي ممكن تبقى كويسه جدا للجوله دي في الكابتنه جيمس رايس، برغم ان انا بقولها وانا مش مقتنع لان حظي معاه دايما سيء، وهيلعب معايا ودام هينزل لي اعرف ان هو مش هيعمل حاجه، فلا فكك من جيمس رايس. نيتو اوبشن كويس جدا للكابتنه، واعتقد انزو اوبشن كويس، والاثنين ديفرنشال للكابتنه الجوله دي. اما عن ليدز لا، ما فيش اي حاجه فيها، واعتقد ان الماتش ده ممكن يطلع كلين شيت لتشيلسي. اخر ماتشات يوم الاربعاء عندنا ليفربول على ارضها قدام ساندرلاند. ماتش بالنسبه لي هيبقى تقيل لان ساندرلاند فرقه رخمه دفاعيا برضو كالمعتاد. ليفربول بدات تحاول تفوق، وشفنا الماتش اللي فات. اهم الاوبشنات المتاحه لليفربول اعتقد الفتره دي هو جابكو رقم 1، ايزاك لو فضل مستمر هو اساسي هيبقى رقم 2، الكيتيكي لو نزل هيبقى تمام، بس هم اهم 2 جابكو وايزاك. سوبسلاي اوبشن ديفرنشال لما بيزيد والدنيا معاه تبقى تمام، فهم 3 دول. عندك فان دايك برضو لعبه، المفروض يبقى كلين شيت مضمون نوعا ما لليفربول على ارضها. واوبشن الكابتنه قائم لجابكو وايزاك. اخر ماتشات الجوله يا صديقي هتبقى يوم الخميس. مانشستر يونايتد على ارضها بتقابل ويست هام اللي لسه خسرانه من ليفربول. مانشستر يونايتد اللي عملت ماتش كويس جدا قدام كريستال بالاس وفازت في الاخر. لو عايز تجيب حد منها هو مبويمو كالمعتاد، وبرونو فرنانديز المتألق اللي ضامن مكانه. اعتقد الاثنين دول الروتيشن ممكن ما يطولهمش، في حين ان الباقي كله ممكن يبقى روتيشن طايله. الكلين شيت المفروض على ارضهم يبقى موجود، بس ويست هام بعد طرد باكيتا اعتقد الدنيا ممكن تختلف وطريقه اللعب تختلف شويه. اللي هنخاف منهم من ويست هام واعتقد انهم ممكن يعملوا حاجه ويلسون، وده راي صديقي محمود، ارجع اقول له تاني بصراحه هو اللي قال لي عليه. ويلسون لو عمل حاجه هيبقى اقتراح جيد جدا جدا، اوبشن ديفرنشال جدا جدا. بوين ممكن بس نسبه الكلين شيت في الماتش ده بالنسبه لي رايحه لمانشستر يونايتد اكتر. ممكن الماتش ده يخلص 1-0 2-0 او 2-1 بكتير قوي. بس كده يا صديقي، دي كده ماتشات الجوله 14 من وجهه نظري. اهم الناس اللي ممكن نجيبهم، نكابتن مين، نلاعب مين، نشتري مين، نسيب مين. وطمني عليك، قول لي فرقتك هتدخل الجوله 14 هتفعل اي خاصيه ولا لا، وربنا يكرم ونستنى نشوف اخبار الاصابات ايه مع المؤتمرات الصحفيه.